ما تزعلش حد، اكبر بخاطر اللي قدامك وارضيه حتى لو هتكذب وتنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم غير واحد بطبق عنب قدام الصحابة، وادى العنب للرسول عشان ياكله. قاعد بياكل، صاحب العنب قاعد بيفرح ومبسوط من كتر الفرحة إن الرسول بياكل العنب منه. الراجل خد الطبق بعد ما الرسول خلص ومشى، فالصحابة بيسألوا الرسول ليه ما ادالناش من العنب؟ الرسول قال لهم إن كان طعمه ممرر، لو كان رزقوه كان هيسخر من الراجل. الراجل كان مبسوط وكان فرحان، ما تكسر بخاطره، ما تكسرش بخاطر ولو طفل. هيجي في يوم هيحصل معاك حاجة تقول دي حصلت لأجل إن أنا جبرت بخاطر فلان. حد زوقك حاجة طعمها ما عجبكش، قول خلاص حلوة تسلم إيدك يا عم، ما تكدبش وما أكلتش زيها قبل كده، ولكن ما تقولش إلا الكلام الطيب. كان بيقول لي أنا عايز أتصدق. تصدق بإيه؟ غني هو شوية ومرتاح، مش هيفرق معاه، راجل كبير يعني مش هيفرق معاه لو طلع. قلت له أقول لك حاجة، الرسول قال إيه؟ قال إيه؟ قلت له قال الكلمة الطيبة صدقة. بس تخيل إن الكلمة الطيبة بتاعتك دي صدقة. تخيل لما ترضي اللي قدامك، تفرحه وتبسطه وما تزعلهوش، غيابك هيتقال عنك كويس.